السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض كتاب المدرسة صفحة 21 الترم الثاني. يا ريت يا أبطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مادة التربية الدينية الإسلامية يا شباب. بيقول لك هنا: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. الوقوف أو الوقف في القرآن الكريم هو إيه؟ الوقف هو إيه؟ هتقول له هو توقف القارئ عن القراءة استحبابا أو وجوبا للفهم والتدبر حتى يتم معنى الآيات في ذهن السامع. يبقى الوقف هو إيه يا شباب في القرآن؟ هتقول هو توقف القارئ عن القراءة استحبابا أو وجوبا للفهم والتدبر حتى يتم معنى الآيات في ذهن السامع. للوقوف علامات بنجدها فوق كلمات القرآن للدلالة على، هتقول له أماكن الوقف. من علامات الوقف زي ما احنا شايفين، تكتبهم بقى كلك هنا. خلاص يا شباب، حلينا نشاط واحد، ننتقل لنشاط 2. بيقول لك هنا اختر الإجابة الصحيحة. علامة اللي هي صل دي يا شباب بتفيد ايه؟ هتقول له أن الوقف جائز مع أولوية الوصل، وهذه العلامة بتفيد أن الوقف أولي مع جواز وصل القراءة. طب علامة الجيم بتفيد ايه؟ هتقوله بتفيد جواز الوقف أو الوصل. وعلامة الميم هتقوله علامة الوقف اللازم. نشاط 3 يا شباب. بيقولك هنا استخرج من سورة الملك من الآيات من 1 ل 14 3 مواضع للوقف. هتقوله الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كده يا شباب احنا نكون حلينا صفحة 21 كتاب المدرسة مادة التربية الدينية الإسلامية سنة أولى إعدادي الترم التاني. يا ريت يا أبطال ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة.